بنبدأ نتكلم على موضوعات جديدة خالص، ألا وهي السيرفيس ماركتينج أو التسويق الخاص بالخدمات. اتكلمنا على البرودكتس وقتلناها بحثا، نبتدي نتكلم على السيرفيس ماركتينج ده او السيرفيسز بشكل عام. دي حاجة مهمة جدا، بتمثل حوالي دلوقتي 65% من اجمالي الناتج القومي الامريكي، لدرجة ان بيقال ان 4 من كل 5 وظائف في الولايات المتحدة الامريكية لها علاقة بالسيرفيسز او الخدمات. السيرفيسز بتنمو بشكل سريع جدا في الاقتصاد العالمي، وبيمثل حوالي 64% من اجمالي الناتج العالمي. وهيئات كتيرة قوي، سواء كان هيئات خاصة او هيئات حكومية، بتقدم سيرفيسز. انظر حولك كده هتلاقي ان حتى الحكومات بتقدم لك سيرفيسز خاصة خاصة بالمحاكم مثلا، بالتوظيف، المستشفيات الحكومية، الشرطة والبوليس، الجيش والخدمات الحربية، خدمات البريد، التعليم والمدارس الحكومية. كل دي سيرفيسز او خدمات، كل دي حاجات منتجات بتقدمها لك الدولة. وفي طبعا حاجات منها خاصة فيما يخص الصحة والتعليم بتبقى خاصة، ولكنها تبقى في النهاية سيرفيسز، خدمات. هتلاقيها حواليك، كل اللي حواليك اغلبه خدمات ومنتشرة بشكل كبير جدا، ايا كان اللي بيقدمها لك، هل حاجة قطاع خاص ام الحكومة او الدولة. هتلاقي ممكن الخدمات تتقدم لك من هيئات غير هادفة للربح، زي المستشفيات، زي المستشفيات الخيرية، او اللي ليها هدف علاجي او هدف خيري غير هادف للربح، زي مثلا مستشفيات 57 في مصر مثلا، زي المتاحف، زي الملاجئ، زي دور الرعاية، زي بعض الهيئات الخيرية مثلا زي بنك الطعام وغيره. كل دي بتقدم لك سيرفيس، خدمة، ولكنها غير هادفة للربح. وممكن الخدمة تتقدم لك من هيئات هادفة للربح، زي البنوك، زي شركات الطيران، زي الاوتيلات الفنادق، زي شركات التأمين، زي شركات الاتصالات، زي السينمات والمسارح وغيرهم. يبقى زي ما احنا شايفين كل دول بيقدموا لك سيرفيس. واحنا عرفنا قبل كده ان السيرفيس او الخدمة هي احد اشكال المنتجات، ولكنها ليها طبيعة خاصة، انها intangible، مفيش حاجة بتلمسها بايدك، مفيش منتج بتمتلكه بتحصل عليه، مفيش حاجة مادية يعني، ولكن انت بتحصل على خدمة معينة. وهنتكلم على ايه هي شروط السيرفيسز دلوقتي. ولكن لو بصيت حواليك هتلاقي ان اغلب الحاجات اللي بتحصل لك يوميا دي سيرفيسز، خدمات، وليست منتجات مادية لا ينتج عنها ان انت تمتلك حاجة مادية او ملموسة. السيرفيس علشان يتقال عليها سيرفيس، خدمة، في علم الماركتينج انها يبقى سيرفيس وتتفرق ما بينها وما بين البرودكت او المنتج المادي، لازم تحتوي على 4 خصائص اساسية. اول حاجة intangibility. intangibility يعني جاية من intangible اللي هو غير ملموس او غير محسوس. الحاجة التانية inseparability اللي هو التلازم او عدم الانفصال. الخاصية التالتة الفاريابيليتي اللي هو التنوع. الخاصية الرابعة اللي هو perishability المقصود بها هنا الفناء. هنتكلم على كل خاصية يعني ايه وليه دي بتميز السيرفيس عن البرودكت. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.